السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير. الله يصلح حالكم حبايب قلبي يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن. اللهم آمين. وحشتوني يا حبايبي والله، الله يسعدكم يا رب. بقالي كام يوم ما نزلتش معاكم بس وحشتوني قوي والله يصدقوني. فقلت انزل لكم النهارده بحاجة جميلة وسهلة وسريعة ومسكرة زيكم كده يا مسكرين. هنعمل النهاردة أحلى فطيرة كده بالجلاش. فطيرة السكر، فطيرة صيفية خفيفة مش هتاخد معانا أي وقت، وهنعملها ايه على عين البوتاجاز. يعني لا وقت ولا مجهود، صدقيني 5 دقايق هتكوني عاملاه في رصها كده في الصينية، و5 دقايق برضو على البوتاجاز. 5 على الوش ده و5 على الوش ده، وشوية سكر بودرة وأي حشوة عندك. مكانش عند الزبيب وجوز هند. قعدت ادور على شويه سوداني ولا حاجه يكونوا مركونين بعيد عني، ما لقيتش. قلت يلا خير، قدر الله وما شاء فعل. ماله الزبيب وجوز هند، وكان في قلبها زي العسل. احلى فطيره والله يا حبايبي. صدقيني اي حشوه عندك هتبقى زي الفل. ربنا يسعدكم حبايبي ويحسن ما بين ايديكم ويهدي اولادنا وينجحهم ويشفي مريضهم. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يطمن قلبنا عليهم كلهم يا رب، اللي بيمتحنوا اليومين دول الاعداديه. ربنا ينجحهم هما وابني يا رب، وينجح أولادكم جميعا يا حبايب قلبي، ويسهل الامتحانات عليهم كده يا رب، ويحفظهم جميعا، ويتجدعنوا كده ولادنا واخواتنا وحبايبنا اللي في الثانوية العامة. ربنا يصلح حالهم ويطمن قلوبنا عليهم وقلوب أهاليهم. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا ما يضيعش تعب حد أبدا يا رب. الأهالي بتتعب مع أولادها طول السنة، والولاد اليومين دول تحس ان هم عندهم لا مبالاة. الله يهديهم هم اولادنا واولاد المسلمين، اللهم امين يا رب. النهارده كده حبايبي الفطيرة دي سهلة قوي. نسيت اقول لكم ان مادة التوريق دي معايا معلقتين كده من الزبدة، على معلقتين كده من السمنة البلدي، ومعلقتين زيت بس كده حبايبي. يعني تقريبا نص كوباية من المادة الدهنية. بس في الارضيه لازم تكوني حاطه معلقتين 3 كده، بحيث ايه ما تلزقش معاكي وتبقى مورقه من تحت وجميل. واهم حاجه حبايبي في الفطيره دي، انها زي ما قلتلك سهله وسريعه. هتعمليها وانت واقفه كده على الرخام. ربنا يوسع علينا يا رب وأمة محمد يا رب، اللهم آمين. ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر أخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم آمين. ربنا يكبر بخواطركم حبايب قلبي، ويسعدنا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى يا رب. ادعولي يا حبايبي كده القناة تكبر بيكم وبمجهودكم كده معايا، باللايك وبالكلمة الحلوة وبالاشتراك والكومنت الحلو كده الجميل منكم. الله يكبر بخواطركم. القناة نفسي تكبر كده وتتفعل يا حبايبي، الله يسعدكم يا رب. ادعولي بظهر الغيب كده، لكم ملاك بيقول لكم ولكم بالمثل. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. شايفين طريقة الفرد سهلة جدا جدا يا حبايبي. كده فردت الورق كله معاك اهوت، وسبت ورقتين كده على جنب، بحيث ان هما ايه افردهم على الوش، الم بيهم الفطير. شايفين يا حبايبي ورقة متقطعة واي حاجة من دي حطيها في الوسطانية مش هتبان خالص. وحاولي ان انت بتوزعي الورق تعملي من كل الجهات، ويبقوا ايه تحاولي ان هما يبقوا من كل الجهات كده ايه بنفس السوا. يعني حطيتي من اليمين، حطي من الشمال، حطي من فوق، حطي من تحت. كل مرة اعملي كده. شوية زبيب وشوية جوز هند عملوا معانا احلى فطير. زي ما قلتلك الحشوة دي ترجع لك، ممكن كاستر، ممكن مهلبية، ممكن تضيفي سوداني، ممكن ما تضيفيش حاجة خالص وتعمليها بس بالسكر اللي انت عايزاه. هنا سكر، معلقتين من السكر البودر، حاولي ما تستغنيش عنهم، بتخلي الحشوة متماسكة وبتديها طعم تحفة حبيبة قلبي. هنا بقى فردنا كله، نرجع بقى تاني نعمل بقى من جوه لبره. يعني شايفة حبيبتي اخر ورقة عملناها هي اللي بنطبق بكل سهولة خالص، هي مش عاوزة شر. لو بنوتة صغنونة هتعمل قد ما هي سهلة قد ما هي طعمة، وصدقيني هتبهرك. ولو ما شافوكيش وانتي بتعمليها مش هيصدقوا ان انتي اللي عاملاها في البيت. تحفة يا حبايبي، تحفة خفيفة خفية السنين والله.
تعملوا الحلو كله حبايبي زي ما انتوا شايفين، مسحة بس بالفرشة، ما بنتقلش خالص. بس اهم حاجة المسحة دي على قد ما هي خفيفة، بس بتخلي الورقة معاكي ما شاء الله تستوي وتبقى جميلة معاكي، مش تيجي تقطعها من جوه تلاقي الورقة لسه بيضة. خدي بالك لما بشوف ناس بيعملوا الجلاش بيقطعوه يجي من جوه تلاقي الورقة بيضة. عارفة يعني ايه الورقة بيضة؟ انها ما طلعهاش سوا، ما ضلهاش مادة دهنية فتخليها تاخد سوا معاكي. الورقتين اهو اللي ركنتهم على الجنب، هحاول بقى ايه ان انا اطبق بيهم كده ايه الفطيرة معانا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. همسحها برضو مسحة بسيطة كده من المادة الدهنية اللي معانا، واقوم جاية حاطة بقى عليها الورقة التانية ومطبقة بقى، بحيث ايه اللي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي بكل سهولة بتخلي الورقة تدخل معاكي جوه كده حبيبتي. شايفة الحركة دي جميلة، بتخلي الورقة معاكي ما شاء الله تبقى ايه، تبقى الوش بتاع الفطيرة كده متساوي كله زي بعض. شايفة حبيبتي؟ شيلي الورق كله في ايديكي عادي، ما تخافيش خالص. وتقومي جاية بقى ايه مسحة برضو بقية المادة الدهنية اللي معانا، ما استخدمناش اي حاجة غير النص كوباية اللي معانا، كفت ووفت من فضل ربنا الحمد لله. حطيتها كده حبايبي على البوتاجاز على اهدى درجة حرارة خالص، حاولي ما تعليش، ولازم طبعا تغطيه. اوعي يا حبيبتي تستغني ان انتي ما تغطيهاش وتقولي ايه عشان اخد بالي منها، لا شوفي من تحت بدأت تاخد لونها هي، وايدك بقى لازم تديريها كده يمين وشمال بحيث تبقى واخدة درجة سوا معاكي. ساعة ما لقيت ديرتها بالمعلقة كده ولقيتها خدت لون، صلاة النبي اللهم صل على النبي بقلاوة، قمت جاية ايه قلبها كده حبيبتي بكل سهولة. شايفة الورق بغاشة بغاشة معانا، الله اكبر. تعملوا الحلو كله حبايبي بورقة جلاش ايا كان بقى، ورقة من اللي هي بتاع السوبر ماركت نص كيلو، طبع الطاسة اللي انت هتعملي فيها او الصينية بتكبري او تصغري حجم الورقة معاكي. بس دي كانت ورقة جلاش كده حبايبي اقل من نص كيلو. هنا بقى جبت كوباية من اللبن، هضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين من السكر البودر، ديت اللي هتبقى التحلية معانا. لو خدت بالك حطينا معلقتين في الحشوة ومعلقتين في كوباية اللبن، ونسمع احلى طشة بقى. صلاة النبي على الحلويات، احلى طشة دي ولا ايه؟ ولسه ناقيده النار يا حبايبي عليها تبقبق كده وتاخد غلوة كده وتتشرب. نطفي بقى يا حبايبي. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة. انا عاملاها معاكم قبل كده بس قلت افكركم بيها لان دي بالنسبة لي اسهل فطيرة واسرع فطيرة ممكن تعمليها. وشوية سكر بقى وعلي على الكلام الجميل ده. حلويات حلويات تحفة حبايبي والله. شايفة التوريقة؟ شايفة ما شاء الله اتنفخت وبقت عاملة ازاي، ومن جوه طبقات طبقات كده وهشة خالص يا حبايب قلبي. هوريكي دلوقتي هقطعها كده بايه، بالقطاعة بتاع البيتزا، ممكن بسكينة ممكن بمقص، بس بالراحة خالص عشان بغاشة معانا يا ولاد. شايفين يا حبايبي السوا من تحت؟ اللهم بارك. شايفولي بقى الطبقات، شوفولي الحشوة متماسكة ازاي عشان معلقتين السكر اللي ضفناهم. عدوا بقى معايا الطبقات على قد ما تقدروا تعدوا. شوفولي الطبقات يا حبايبي، شوفولي التسوية. اوعي تستعجلي عليها، هدي النار وسيبها تستوي خالص يا قلب اختك عشان تديكي الجمال ده. ويا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا بيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.